السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم باغي نهضر معكم في واحد الموضوع اللي مهم بزاف، خصوصا في هذه الايام الاخيره، بحيث انه اليوتيوب والفيسبوك والتويتر والانترنت ولا عامر بمثيري الفتنه من الجانبين بجوج. كاينين بعض المغاربه وبعض الجزائريين اللي سبحان الله كيحبوا يثيروا الفتنه وتيحبوا يثيروا الكره ويثيروا الكراهيه بين الشعب المغربي العظيم وبين الشعب الجزائري العظيم، باش تنوض واحد الكراهيه وينوض واحد العنف. وخصنا نحضروا راسنا خوتي خواتاتي من مثيري الفتنه. نحن كشعب مغربي كنحبوا خوتنا الجزائريين، وحنايا كشعب مغربي كنتبرؤوا من هذيك الاقليه الضعيفه اللي تتحاول تثير الفتنه، لانها عندها امتيازاتها الخاصه. كذلك عندي بزاف انا الاصدقاء ديالي وخوتي الجزائريين اللي بنفس التفكير حتى هما عندهم، حتى هما كيتبرؤوا من مثيري الفتنه الجزائريين اللي حتى هما قله قليله، لانه كاينين بعض القله القليله من الجزائريين ايضا اللي عندهم امتيازات الى نض الصداع بين المغرب وبين الجزائر. احنا بالعكس، الجزائر دوله كنحترموها وكنحبوها وكنقدروها، والشعب الجزائري اقرب شعب للمغاربه، والمغاربه هما ايضا اقرب شعب للجزائريين. كنتشابهوا في اللغه، كنتشابهوا في الثقافه، كنتشابهوا في الغناء، كنتشابهوا في اللهجه، كنتشابهوا في الاكل، كنتشابهوا في اللباس، وكنتشابهوا في بزاف ديال الحوايج. بطبيعه الحال حنا كمغاربه فخورين باننا مغاربه وكننتميو لهذا الوطن، وبطبيعه الحال ماشي عيب ان الجزائري هو الاخر يكون فخور انه كونه جزائري وكينتمي هو الاخر الوطن ديال الجزائري. اذا حب الاوطان ماشي عيب، ولكن ما خصناش نزيدوا ونرجعوا العصبيه في حب الاوطان، بحيث ان حب الوطن ديالك ما خصوش يفوت ويوصل لهذيك العصبيه، لانه الا وصلتي للعصبيه انك كتحب وطنك بواحد العصبيه كبيره فانت وصلتي للجاهليه، بحال الناس اللي كانوا في هذاك الزمان في الجاهليه في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. لانه في زمان الجاهليه في قبائل قريش تا هما كانوا كيحبوا الاصل ديالهم والوطن ديالهم بواحد العصبيه كبيره. الحميه الجاهليه تقول لك نحن بنو عبد مناف افضل منكم يا بنو عبد الشمس، وتيجيو بنو عبد الشمس تا تيقول لك نحن بنو عبد الشمس افضل منكم يا بنو عبد مناف، وتيبقاو يتقاتلوا بيناتهم. نفس الشكل كان جاري في المدينه المنوره بين الاوس وبين الخزرج. الاوس كانوا تا هما فخورين بالاصل ديالهم، الخزرج تا هما كانوا فخورين بالاصل ديالهم، وكان تنوض بيناتهم المقاتله والقتيل الى اخره. لكن جاء الاسلام وحيد هذيك الحميه ورجعهم كلهم مسلمين. وفاش تحسن الحال ديال المدينه المنوره، فاش سلمات الاوس وفاش سلمات الخزرج، ولاو كلهم يد وحده. وما نساوش بانه من بعد ما سلموا بيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجره في البيعه المعروفه. ما تنساوش بان الاوس والخزرج سكان يثرب المدينه المنوره ولاو هما اول كتيبه في الاسلام، وبانهم هما اول من ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم. عليها هما تتسماو يعني بالانصار، المهاجرين والانصار. المهاجرين هما اللي هاجروا من مكه، هما سكان مكه اللي هاجروا للمدينه في الهجره الثانيه، والانصار هما قبائل الاوس والخزرج. لذلك جميل اننا نحبوا الوطن ديالنا، جميل بالنسبه لي انني نكون فخور بكوني مغربي، جميل بان الجزائري يكون فخور بانه جزائري. ولكن ما نساوش باننا حنا بجوج الاسلام كيجمعنا، يعني الاسلام هو فوق كل شيء. اذا الجزائري اخ ديالي والجزائريه اخت ديالي، نفس الشكل بالنسبه للجزائري، انا الاخ تاع الجزائري والاخ ديال الجزائريه الى اخره. فحنايا
شعب واحد. وانا يعني بان الجزائر كدوله مسلمه انا فخور بان الجزائر جيراننا، فالجزائر عندها ايضا تاريخ. احنا المغاربه ولله الحمد كنفتخروا به. كان عندهم الامير عبد القادر المقاوم الكبير اللي وقف وجه الفرنسيين اللي استعمروا الجزائر. وما نساوش بان الجزائر ايضا هي بلاد الشهداء، ماتوا فيها 1.5 مليون شهيد اللي حرروا بلادهم من الفرنسيين ومن الاستعمار الفرنسي. وهذا الشيء كله المغاربه فخورين به. انا فاش كنتكلم مع واحد اجنبي كنقولها بكل صدق، تنقول نحن عندنا، انا ما تنقوليش الجزائر عندهم، نقول له نحن عندنا الامير عبد القادر، نحن يعني افدينا 1.5 مليون شهيد الى اخره. تنتكلم معهم ونقول لي لماذا فرنسا لا تريد ان تعتذر للجزائريين؟ قتلت 1.5 مليون شهيد الى اخره. نفس الشكل بالنسبه للجزائريين، الجزائريين فخورين هم ايضا بالتاريخ ديال المغرب. انا كنعرف بزاف الجزائريين فخورين بالدوله المرابطيه، فخورين بالدوله الموحديه، وفخورين بان المرابطين الموحدين هما اللي خلاو الاسلام وزادوا في عمر الاسلام 500 سنه في الاندلس. هما ايضا فخورين بالانجازات تاع الكره المغربيه، احنا ايضا فخورين بالانجازات تاع الكره الجزائريه. اذا خصنا نحتاطوا من مثيري الفتنه. كنتمنى من اولياء الامور ديالنا في بلداننا في المغرب وفي الجزائر. كنتمنى ان الملك ديالنا نصره الله يتلاقى ان شاء الله بالرئيس الجزائري ويقعدوا مع بعضياتهم ويحاولوا يعني يتحدثوا مع بعضياتهم ويشوفوا حل لهذا المشكل اللي صراحه راه الشعب هو اللي ضيع فيه، راه الاقتصاد ديالنا هو اللي ضيع فيه. نعطيكم انا مثال واحد، مثال ديال بريطانيا مع فرنسا. بريطانيا ومع فرنسا التاريخ كيشهد بانهم عاشوا 100 سنه ديال الحرب، 100 سنه من الحرب. وفي الاخير شوفوهم الان بريطانيا وفرنسا يد في يد. شوفوا معايا المانيا وفرنسا ما كيتحاملوش، تيكرهوا بعضياتهم، لان فرنسا في عهد نابليون استعمرت المانيا وعذبتهم وعملتهم معامله سيئه. في الحرب العالميه الاولى المانيا فاش كان عندها القيصر فيلهم الثاني استعمر باريس واستعمر فرنسا وعذبهم وسخسخهم. فاش خسرت المانيا في الحرب العالميه الاولى فرنسا تعدات على المانيا بمعاهدات اقتصاديه فقرت المانيا. فاش طلع النظام النازي في المانيا ديال هتلر، المانيا استعمرت فرنسا من جديد في الحرب العالميه الثانيه ودخلت عاوتاني لباريس وحقرات لك على الفرنسيين فاش جاو عاونوهم الامريكان وحرروا فرنسا راه تعدات على المانيا ومدن كثيره يعني نزلت عليها القنابل من السماء ودمرتها بكل يعني صراحه بكل مراره. ولكن فرنسا دابا مع فرنسا البارح ما كتشابهش، المانيا تاع دابا مع المانيا البارح ما كيتشابهوش. دابا خوت يد في يد جمعهم الاتحاد الاوروبي. وفاش كتجمع كتولي قوي. الاتحاد قوه والتفرقه ضعف. علاش حنا ضعاف؟ لاننا متفرقين. حنا خصنا نبنيو المغرب الكبير من موريتانيا حتى ليبيا بدون باسبور، بدون فيزا، حرية الانتقال، حرية السلاح، البضاعة، العيش بحال الاتحاد الأوروبي. خصنا نبنيو. فاش غادي نبنيوه؟ غادي نكونوا قوة عاطرة، ما غاديش يستطيع شي واحد يوقف أمامنا. فاش غادي نتحدوا جميعا ما غاديش يستطيع شي واحد يوقف قدامنا. والمسلم أخو المسلم. وما تنساوش باننا راه مسلمين وخصنا نتعاونوا فيما بعضياتنا ونوقفوا دائما بجنبنا. انا يعني كمسلمه تنوقف مع اخي الجزائري كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ظالما او مظلوم راه باينه. الا كان شي واحد ظلم اخي الجزائري راه غادي نجيو ندافع عليه. وظالم ايضا، كيفاش ظالم وشنو معنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني الا كان اخوك المسلم كيقوم تيظلم شي واحد تمشي بانك تمنعو عن قيام بهذاك الظلم. ونفس الشكل بان اخي الجزائري. لذلك نتمنى بان اولياء الامور ديالنا
يجلسوا مع بعضياتهم ان شاء الله ويتحدثوا، لاننا راه عينا من الكلام الفارغ ديال الاعلام، عينا من هذا الكلام الفارغ ديال الاعلام تيقول لك هاد البلاد كتغرق هاد البلاد بالاسلحه، هاد البلاد كتغرق هاد البلاد بالمخدرات، هاد البلاد كتغرق هاد البلاد بالقرقوبه، هاد البلاد كتقرر تغرق هاد البلاد بالمهاجرين السريين الى اخره. راه الا اجتمعنا وجلسنا ودرنا واحد الفكر كيف فكرنا، يعني فكر ونعالجوا به جميع هاد المشاكل، راه غادي نوليو اقوى قوه اقليميه في البحر الابيض المتوسط، في جنوب البحر الابيض المتوسط. وخصكم تعرفوا بان بزاف تاع الدول راه ما باغيينش ان المغرب والجزائر يتحدوا، لانه الا اتحد المغرب والجزائر غادي يتحدوا جميع يعني المنطقه المغاربيه، وغتولي قوه اقليميه، غادي توليو عندهم كلمه واحده، ما غاديش تبقى عندهم كلمه هنا كلمه هنا كلمه، تولي عندهم كلمه واحده، كلمه راجل. وحنا رجال تبارك الله، تولي عندنا كلمه راجل. وحنا عاوتاني تيجمعنا الاسلام، كيجمعنا الدين، كتجمعنا اللغه، كيجمعنا التاريخ المشترك. علاه اخوتي خواتاتي ما تبقاوش ديوها في مثير الفتنه. ولا شفتوا شي فيديو نتاع شي مغربي تيثير الفتنه وتيعاير الجزائريين، هذاك الشخص راه ماشي من عندنا. ولا حنا المغاربه شفنا شي فيديو من عند شي جزائري كيثير الفتنه وكيعايرنا حنا المغاربه، راه عارفين ان هذاك راه ماشي من عندكم، وبان هذاك فقط منافق وتيثير الفتنه. والمنافقين واللي كيثيروا الفتنه من الجانبين راه اقليه صغيره. ايوا حنا نخليو البراش يتحكموا فينا. ايوا شويه الوعي. اذا خوتي خواتاتي، نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم ويوصلكم الميساج ان شاء الله. نكون شاكر الا عطيتي لايك ونشرتي هذا الفيديو باش بزاف المغاربه وبزاف الجزائريين يشوفوا هذا الفيديو. راه حنا كثار، راه 35 مليون مغربي و35 مليون جزائري، ولا 40 مليون مغربي و40 مليون جزائري. راه الا اتحدنا راه ما غاديش يقدر يوقف شي واحد في طريقنا، لا في الصناعه، لا في الاقتصاد، لا في الثقافه، لا في العلم، لا في الدين، لا في اي حاجه. شكرا لكم خوتي، ونتمنى ان شاء الله ان اولياء الامور ديالنا يجلسوا مع بعضياتهم، وحنا راه غادي نبقاو ان شاء الله يد في يد. السلام عليكم، وما تنساش تابونا معنا وتنشر هذا الفيديو. يلا السلام عليكم.